نفسك تعملي بسبوسة مرملة وتنجح معاكي من أول مرة بمقادير بسيطة جدا؟ تابعي الفيديو ده للآخر. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الشهر الكريم، وانتي داخلة معايا ما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي عندي لو لسه مش مشتركة. واول حاجة بنجهزها هي كوباية ونص من دقيق البسبوسة اللي هو دقيق السميد، عليهم كوباية من السكر ومعلقة كبيرة من جوز هند ناعم وربع معلقة صغيرة بيكنج صودا او بيكربونات الصودا او الكربونات، وطبعا مش بنجيبه من العطار، ده اللي هو بتاع المأكولات وبتاع الحلويات اللي انتوا شايفينه ده. عليهم كوباية من الزبادي وربع كوباية من السمن، واخر حاجه باكت من الفانيليا. المقادير نزلت، تقدروا تاخدوها سكرين. وبعدين بقى بنقلب كل الكلام ده مع بعض لحد ما يمتزج معانا تماما. نكون مجهزين الصينيه بتاعتنا ودهنينها بالسمن، وبعدين هنصب الخليط كله في الصينيه بتاعتنا بالشكل ده، ونفضل كده نحرك الصينيه بتاعتنا بالشكل ده بالظبط علشان الخليط كله ياخد الصينيه كلها ويبقى متساوي. ونكون برضو مجهزين البندق بتاعنا، كل واحده قاسمينها نصين بالسكينه بكل سهوله بتتقسم معانا، وبعدين بنرصه في الصينيه بتاعتنا وبنسيب بقى الصينيه لمده ساعه في مكان دافي لحد كده ما ترتاح وتختمر. هي مش هيجرالها حاجه، يعني مش هتضاعف حجمها، بس ترتاح ساعه. وبعدين ندخلها على الفرن مسخنينه قبليها ب10 دقايق، وندخلها رف اوسط، هتاخد معانا من 25 دقيقة ل30 دقيقة. والشربات بتاعنا طبعا مجهزينه مدة الساعة اللي هي بتختمر فيها. احنا بنجهز الشربات شربات خفيف، يعني كمية المية زي كمية السكر، بس لازم قبل ما تطلع كده بحوالي 4-5 دقايق نسخن الشربات بتاعنا جدا، والصينية بتاعتنا تطلع سخنة والشربات سخن، الاتنين يتحطوا على بعض على طول. المقادير دي خدت معايا كوباية ونص من الشربات بس. طبعا انا مش محتاجة اتكلم كتير، هي بتتكلم عن نفسها. جربوها هتعجبكم جدا وهتنجح معاكم من اول مرة، واتمنى اكون قدرت افيدكم. ولو عجبك الفيديو وما تنسيش تضغطي لايك وشير وسبسكرايب. باي باي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.